أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في استوديو جديد. حياتي كلها تقريبا في الكام شنطة دول. أنا اتبهدلت، في صوت دوشة رهيب بره. تمام. قد يتساءل البعض، أحمد أنت بتعمل إيه؟ بتصور في المطبخ هنا؟ مش ربنا كرمك وفتحها عليك وبقى عندك يوتيوب ستوديو لسه عامله من قريب؟ للإجابة على السؤال ده محتاجين نرجع بالوقت شوية، حوالي 13 سنة. سبتمبر 2010 لسه مخلص هاي سكول، وكان هدفي الوحيد في الحياة وقتها اني اسافر بره اتعلم في جامعة كبيرة. طيب هتسافر فين يا ابو حميد؟ والله اسمع ان كندا كده فيها جامعات حلوة، وكمان واحد صاحبي مسافر هناك، يلا نتجرأ وناخد الخطوة ونطلع على كندا. اول ما سافرت البلد حسيت ان انا مرحب بيا جدا هناك، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم من اهلي الحمد لله قدرت اخلص الجامعه، وكمان عملت ماجستير في الهندسه. ومش بس كده، كونت صداقات كتيره، اشتغلت ولله الحمد، وبقى عندي حياه كامله هناك. وكمان عملت قناه يوتيوب وبدات تكبر، وعملت استوديو احلامي. واخيرا الحمد لله اقدر اقول انه خلص بنسبة 90%، أو بما يكفي إن أنا أقدر أصور فيديوهات طويلة. كل حاجة كانت ماشية بالظبط زي ما أنا كنت مخطط لها، يمكن أحسن كمان ولله الحمد، لحد سنتين فاتوا تقريبا. خلال فترة كوفيد حصل تغير في مناخ الشغل عامة، بقينا كلنا بنشتغل من البيت. فأنا قلت لنفسي بدل ما أنا قاعد في كندا عمال بدفع إيجار غالي جدا، ليه ما ارجعش مصر اشتغل من هنا، اهو ابقى مع اهلي كمان على الاقل، واوفر الفلوس دي كلها. وبالفعل وانا خلال السنتين اللي فاتوا عمال اسافر ما بين كندا ومصر، وفي كل مره كنت ببقى ماشي من مصر كنت ببقى زعلان اكتر، زعلان ان انا سايب اهلي وسايب بلدي. مصر بلد عربيه مسلمه، وفي نفس الوقت بدات الاحظ المعايير المزدوجه للغرب، انه في شويه عنصريه تجاه العرب والمسلمين بشكل عام. عمره ما هيقولها لك في وشك، ولكن دايما هيبين لك ان هو مرحب بيك، وان انت اهلا وسهلا بيك في البلد دي، ومستقبلك مشرق جدا هنا. ولكن الحقيقة غير كده، هو دايما هيبين لك ان انتوا الاتنين كويسين وزي بعض، ولكن في الحقيقة طول ما هو عنده خطوة اعلى منك او هو فوقك بسنة، تمام، لو انتوا اتساويتوا تبقى مشكلة بالنسبة له. واتأكدت من الموضوع ده وقت كاس العالم اللي فات في قطر. كانت واحدة من احلى الرحلات اللي رحتها في حياتي. تنظيم كاس العالم ده كان فوق الوصف، كانت تعتبر واحدة من احلى نسخ كؤوس العالم اللي اتعملت في التاريخ. ومع ذلك كانوا دايما في الميديا خاصة في الغرب كانوا بيهاجموا كاس العالم ده بشدة كبيرة جدا، لمجرد بس ان هو كان معمول في بلد عربي مسلم. انا كاحمد الحمد لله عمري ما تعرضت لاي نوع من انواع العنصرية خلال ال 13 سنة اللي فاتت اللي انا كنت عايش فيهم في كندا. ولكن موضوع ان انا كنت باجي مصر كتير الفترة اللي فاتت زي ما يكون صحاني شوية، ان انا كنت بقى خدت على الحياة بره، وانه الدنيا جميلة والشغل هناك بقى افضل بقى عايش طول عمري هناك. لا، انا حاسس ان انا هبقى مرتاح اكتر في مصر مع اهلي مع ناسي في بلد عربية مسلمة. وبالفعل أخدت القرار، وفي أكتوبر 23 خلاص أخدت القرار رسميا إن أنا هنقل من كندا وارجع مصر نهائيا. المشكلة بقى إن أنا كان عندي 21 يوم بس عشان أنقل حياتي كلها خلال ال 13 سنة اللي فاتت. الفوم ده أنا كنت مركبه في السقف هنا فوق عشان أعمل عزل للصوت، عشان الصوت يطلع أحسن، بس كنت ملزقه جامد قوي. لما جيت أشيله عمل البهدلة اللي أنتوا شايفينها دي. حرفيا الطريقة الوحيدة اللي لقيتها تشتغل ان انا اشيل التيب الاسود ده سكينة. صاحبة البيت لو شافت المنظر ده هتعلقني. احلى حاجه في الباتي ده ان هو بيبقى لونه بينك لما بيتحط زي كده، وبعدين بعديها بكام ساعه لما بينشف بيبقى لونه ابيض. تحفه. الحتت اللي ورا بدات تنشف اهي زي ما انتم شايفين، لسه دول عاملينهم النهارده الصبح. الخطوه اللي جايه بقى ان احنا نصنفر الحتت دي. اتبهدلت.
جبت فرش وسان بيبر عشان نكمل صنفره، واستلفت بينت ابيض من واحد صاحبي، يا رب يطلع نفس اللون. ما عنديش ادنى فكره اذا الابيض ده هو نفس الابيض اللي على الحيطان عندي. هنعمل حركه خبيثه سنه. دي الكلوزت اللي بعلق فيها الجواكت بتاعتي، والكلوزت تقريبا على طول مقفوله. ما اظنش ان حد هياخد باله لو احنا جينا كده بالخباثه دي وعملنا تيست صغير كده، بس نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. اوكي هرجع كمان شويه واقول لكم النتيجه. بسم الله. لا. وبعد ما كسرت وصنفرت ونظفت وبيضت وبقى عندي من الخبرة ما يكفي اني افتح شركة التطوير العقاري الخاصة بيا، اكتشفت ان ولا حاجة من الحاجات دي كانت مطلوبة اعزائي، لان قانون حماية المستأجر في كندا مش مطالب المستأجر ان هو يعمل اي حاجة من دول، بل المسؤولية بتقع على صاحب المكان. لا اله الا الله. مش نافع. وبعد شغل المقاولات ده كله قررت ان انا اخد بريك. نزلت المظاهرات تضامنا مع اخواتنا في فلسطين، خاصة خلال الفترة الأخيرة كلنا متابعين الأخبار وعارفين ايه اللي بيحصل، ودي كانت حاجة كويسة ان انا اشوف قد ايه في ناس مهتمة بالقضية دي برا العالم العربي، برا العالم الإسلامي. ده خلاني افكر في الموضوع من ناحيه تانية، ان هو ما اقدرش اقول ان كل الناس هناك عنصريين او كل الناس وحشين، هي دي فئه معينه، ولكن ده برضو ما غيرش رايي، وقررت ان انا برضو ارجع مصر واسيب كندا نهائيا. وبالفعل لميت حاجتي كلها ووضبت شنطي وطلعت على المطار. اول حاجه كان لازم اعملها اول ما رجعت مصر ان انا اكل وجبتي المفضله، محشي كرنب وبط، وكانت ولله الحمد. وبهذا اعزائي المشاهدين اديكم عرفتوا انا بعمل ايه في المطبخ هنا، وسبت الاستوديو بتاعي في كندا ليه. هل هذه نهايه الرحله في كندا؟ الله اعلم، ولكن كل اللي انا اعرفه ان انا مبسوط هنا قوي في مصر دلوقتي، وعايز ابقى متواجد هنا في الوقت الحالي. ان شاء الله الفتره اللي جايه هركز جامد على موضوع اللعبه بتاعت خوفو، وكمان ان انا اصنع محتوى بشكل مستمر اكتر. وبالحديث عن صناعه المحتوى، الفيديو ده كان فيديو من ستايل مختلف عن اللي انا متعود ان انا احطه على القناه. لو حبيتوا اكتبوا لي في الكومنتات تحت واعملوا لايك للفيديو، لان ده بيشجعني ان انا اعمل ستايل الفيديوهات دي اكتر. اذا ما هي القصه بتاعت الفيديو ده؟ انك تاخد ريسك وتعمل اللي انت شايفه صح. عارف ان الموضوع شويه كرنج، بس فعلا دي الحقيقه، ان انت ساعات في حياتك ممكن الكل يقولك انك المفروض تاخد القرار الفلاني، بس انت من جواك شايف انك المفروض تعمل حاجه تانية، وهو ده بالظبط اللي انا عملته. الله اعلم اذا ده كان القرار الصح او الغلط. تابعونا عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله.